أهلا بيكم. بيكتشف العلماء كوكب جديد اسمه سيربيروس، وبيكون شبه كوكب الأرض، وبتوصل مركبة فضائية على سطح الكوكب، وبيغرز رائد الفضاء علم أمريكا في أرض الكوكب ده. وفي نفس الوقت على كوكب الأرض بيكون في شاب بياخد شاور وقدامه مجموعة أدوية، وبعدها بيقوم عشان ياخد العلاج بتاعه وبيجهز نفسه عشان يبدأ يومه، وبيقعد يفطر وبيرن الموبايل بتاعه وبيتفاجئ بالرقم اللي بيتصل بيه، لأنه بيكون رقم مكتب أبوه المتوفي من فترة كبيرة. وبعدها بيركب إيدن الموتوسيكل بتاعه وبيروح وكالة ناسا، وبيتكلم شارب وروبرت وبيعتقدوا ان ابن كورفورد مش هيكون زي ابوه في الشغل. وفي اللحظه دي بيدخل ايدن المكتب وبيقدم له شارب نفسه، وبيشرح له انهم كلموه وتواصلوا معاه عشان في حاله طارئه، وانهم كانوا يعرفوا ابوه كويس، وانهم اشتغلوا معاه، وانه كان عالم خارق وطيار ماهر. وبيوري شارب لإيدن مجموعة حاجات بتخص أبوه، وبيطلب منه يفتحها، وبيلاقي جواها آلة طورها كارفورد قبل ما يرحل، واللي بتكون اسمها مثبت الأعصاب، وبتكون شبكة للعقل الباطن. وبيشرحوا له إن أبوه ساب معاهم الجهاز ده قبل ما يرحل، ولما بيسمع إيدن كلامهم بيتعصب وبيتهمهم إنهم بيتكلموا عن موت أبوه بكل بساطة كده، وكأنه رايح يشتري حاجات وهيرجع تاني. وبيقول لهم إن أبوه مات وكل الناس تعرف كده، وإنه اتحرم من إنه يقضي وقت كبير معاه، وإن بسبب شغله كان بعيد عن البيت طول الوقت. وبيسألهم عن السبب اللي خلاهم يتصلوا بيه، فبيقولوا له ان ابوه كان بيساعدهم في البحث ده حتى بعد ما اختفى، وان دي تكنولوجيا غريبة. فبيتصدم ايدن لما بيعرف منهم ان ممكن ابوه يكون لسه عايش، فبيسألهم ايدن باستغراب عن الجنازة الرسمية اللي عملوها لابوه، فبيشرحوا له ان هم ما كانوش متأكدين من موت ابوه، وانهم عملوا الجنازة الوهمية دي عشان ما تقلقش على غياب ابوك. وبيسألهم ايدن وهو مصدوم عن مكان ابوه وهو فين، فبيطلب منه شارب انه يقعد عشان يشرح له القصة من اولها. وبتبدأ القصة، وكانت اول مهمة لكارفورد رحلة استكشافية سرية إلى المريخ، وكانت مساعدته اسمها سوزان. وبعد تدريب مكثف أصيبوا بالصدمة لما اكتشفوا إن المريخ غير صالح للحياة، وإنهم ما اقتنعوش بفشل المهمة. ورفضت سوزان إنها ترجع لكوكب الأرض، ورجع كارفورد لوحده، وكملت سوزان أبحاثها على الكوكب. وبعدها بتخلص الامدادات معاها وبتختفي تماما، ومش بيلاقوا حتى جثتها. وفي الوقت ده حس كارفورد بالذنب، وبدأ يعمل أبحاثه عشان يكتشف طريقة جديدة وأمان عشان يقدر يكمل رحلة استكشافه للفضاء. وفكرت وكالة ناسا في البحث عن سوزان، لكن عشان ما كانش عندها عيلة قفلوا على الموضوع، وقرروا انهم ما يبعتوش فريق للبحث عنها في الفضاء. وبعد الاجتماع ده بيروح ايدن للطبيب النفسي بتاعه، وبيحكي له على كل حاجة حصلت. وبيفتكر وهو صغير لما ابوه رجع للبيت في وقت متاخر، وان ابوه كان متغير في اليوم ده، وزي ما يكون مخبي عليهم سر، والليله دي كانت اخر ليله يشوف فيها ايدن ابوه. وبيفهم ايدن ان السر اللي كان مخبيه ابوه عنه في الليله دي هو بخصوص موضوع وكاله ناسا. وبيفتكر كلام العملاء ان ابوه كان عايش سنين على كوكب اندروميديا، وان هو نقل الوعي بتاعه داخل المثبط العصبي، وان وعيه هو اللي كان بيسافر الفضاء، وجسمه كان موجود في وكاله ناسا لحد ما جثته اتحللت، وبعدها اتخلصوا منه. وشرحوا له بالتفصيل ان العقل البشري بيتحرك اسرع من سرعه الضوء، وان ابوه كان مهتم بالبحث ده، وانه طبق البحث ده على مثبط الاعصاب، وده كان السبب باستكشاف الكواكب من غير ما يسافروا ليها فعليا باستخدام الجهاز ده، وانه بنى مستعمره وقدر انه يعمل اتصالات مع كائنات تانية من الفضاء. ولكن دلوقتي وعيه محاصر داخل مثبط الاعصاب. بس ايدن مش بيكون متاكد لسه مين السبب اللي ورا اعتراف العملاء ليه بالسر ده. وبيعترفوا له العملاء كمان بان الارض هتموت بسبب التضخم السكاني ونقص الغذاء، وان المناخ بيتغير بشكل سريع، وانهم مش قادرين يسيطروا عليه. وكان كارفورد بيعتقد ان كوكب الارض نهايته قربت، عشان كده كان بيحاول يلاقي كوكب تاني للبشر، وان كل السنين دي كان كارفورد بيتواصل معاهم باستخدام الجهاز اللي اخترعه. ولكن قبل 3 أسابيع اتقطعت جميع الاتصالات، وكمان قبل اسبوع حصل هجوم فضائي على كوكب MB22، وانه ظهرت اشكال حياه غريبه في المنطقه، لكن التفاصيل لحد دلوقتي لغز ومحدش قادر يكتشفها. وان في 11 باحث تم زراعه شرايح الكترونيه في راسهم وسافروا لكوكب اندروميدا، وانهم في حاله نوم دايم، وبيكون ايدن واحد منهم. وان ابوه استغل حادثه عربيه تعرض لها ايدن لما كان عنده 5 سنين وزرع شريحه في راسه، وده سبب انه مش قادر يفتكر اللي حصل في الفتره دي. وكان السبب من زرع الشريحه انه يقدر في يوم من الايام يوصل لكوكبه. ودلوقتي بيكون ايدن هو الوحيد اللي يقدر يكتشف اللي حصل للباحثين، وده عشان كل الباحثين حصل لهم نفس اللي حصل لكورفورد، وانه حتى داخل المثبط الاعصاب ممكن الناس تموت. وبيطلب العملاء من ايدن انه يسافر لكوكب MB22 عشان يكتشف الحقيقة ويحدد إذا كان الكوكب ممكن يكون بديل لكوكب الأرض وموطن جديد للبشر يعيشوا فيه. فبيقول لهم إيدن إن هو مش عالم ولا حتى طيار، لكن العملاء مقتنعين بيه وبيشجعوه، وإن هو الأمل الأخير لإنقاذ البشرية. وبعد شوية بيتخيل إيدن أبوه وسوزان على كوكب المريخ، وبيحتفلوا باكتشاف معدن نادر، وبيشوفوا مساحة الكوكب الفاضي. وفي اللحظة دي فجأة بيقطع تخيلاته صوت طبيبه النفسي، واللي بيفكروا إنه بيزورها من 3 سنين لحد دلوقتي، وإنه مبقاش بياخد العلاج بتاعه. فبيقول لها إيدن إنه حاول ينسى أبوه، فبتسأله الطبيبة عن اللي هو عايزه من جلسات العلاج، فبيعترف لها ايدن بانه مش قادر يسيطر على عقله،
وانه مطلوب منه ينفذ مهمة استحالة حد يصدقها. فبتعتقد الطبيبة النفسية انه عاوز ينتحر، لكن ايدن بيرفض يفهمها وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع ايدن للبيت، وفجأة وهو في البانيو بيفتكر غرفة العمليات، وبيخرج من البانيو وبيكون متوتر وبياخد العلاج بتاعه، لكن بيقرر انه مش هياخد علاج تاني. وفي نفس الوقت ده بيبلغ شارب رؤسائه ان ايدن هيبقى زي ابوه وهو اللي يقدر ينقذ البشرية. وبنعرف ان قبل ما يتقطع الاتصال قدر كارفورد انه يرسل بث فيديو لنظام اندروميدا، وانه اكتشف الجانب المظلم من كوكب MB22، وبتوصل لهم اشاره استغاثه من المنطقه دي، وبتكون اشاره صعبه ومفيش حد هيقدر يحقق فيها غير ايدن. وبتوصل لشارب رساله تانية في الاول ما كانش قادر يفهمها ولا يفك شفرتها، وبعدها بيظهر روبوت وبيقول لهم ان في كل مكان ديكتاتور، وبيتظاهر بانه مستكشف ونيته الحقيقيه هي تدمير او استبعاد او اباده شعبه. وبيفهم شارب ان ده تهديد ليهم، وبينصحوا رئيسه انه يخلي باله، وبيصمم انه يقنع ايدن بالمهمه. وتاني يوم بيكون ايدن متاخر مره تانية، وبتكون العملاء مش متاكده ان ايدن هيوافق على المهمه، ومش بيكونوا واثقين من كفاءه جهاز مثبط الاعصاب، لكن بيوافق ايدن على المهمه وبينتقل لجهاز المحاكاه، وبيشرح له الفريق ايه اللي هيحصل في المهمه. وبيعرف انه هيشوف السماء وهو بيهبط على الكوكب، وان النفس بتاعه هيتقطع بس مش هيكون ضروري انه يستخدم الاكسجين. وبيقولوا له انه هيركب السفينه بتاعه ابوه ومش هيكون في السفينه جاذبيه. وبعدها بيخرج ايدن من جهاز المحاكاه وبيخلع سماعه الواقع الافتراضي، وبيوري له الفريق البدله البيضاء، وبيكون اختراع تاني لكارفورد. وبيشوف ايدن نفسه ماسك مسدس وبيضرب بيه، لان الدفاع عن النفس مهم جدا خصوصا في الفضاء. وبيتمرن ايدن على انه ينط في الفضاء، وبيلاقي نفسه في كوكب سيربروس، وبيكون ابوه هو اللي مسمي الكوكب كده. وبيشوف ايدن سطح الكوكب متغطي بالتلج، وبيهبط ايدن على الكوكب وبيفضل يمشي عليه. وبيشرح له شارب ان الغلاف الجوي بيحتوي على غاز الرادون بدل غاز الاكسجين، وان لو اتعرض للغاز ده بعد 10 ثواني هيموت. وبيفضل ايدن يستكشف الكوكب، وبيعرف ان مفيش كوكب تاني شبه كوكب سيربروس. وبيكون ايدن مندهش من المناظر الطبيعيه اللي على الكوكب، وبيحس انه شبه كوكب الارض. وفجاه بيلاقي نفسه في مكان مليان ورد، وبيكون كل النبات اللي موجود سام وبيقتل البشر. وفجاه بيلاقي ايدن نفسه على سلم متحرك، ودي بتكون علامه على انه هيخرج من جهاز المحاكاه والا هيفضل موجود فيه على طول. وبيخرج ايدن من جهاز، وبيعرف ايدن ان عالم التدريب ده كله ابوه كارفورد هو اللي صنعه، وان كل الاختراعات دي كانت من تفكيره، وان اختراعاته دي هتكون كلها حقيقيه قريب. وبيوصل ايدن كوكب MB22، وبينبهوه انه ما ينفعش يتفاعل مع الذكريات اللي الناس مش بتقدر لا تشوفها ولا تلمسها، وهو قادر يعمل كل ده، وان الاكتشاف ده يفضل سر زي ما ابوه كان مخبيه. وتاني يوم بيزور ايدن الطبيبه النفسيه مره تانية، وبتقول له ان هي قلقانه من حالته، وبتقترح عليه علاج جديد. لكن بيغير ايدن الموضوع وبيكلمها عن تضخم السكان، وبيحكي لها ازاي ابوه قدر يحل المشكله دي، وبيقول لها ان كل حاجه موجوده هنا هتنتهي قريب وهتبتدي حياه جديده. وبيروح ايدن بيته وبيرمي كل العلاج بتاعه في الحوض. وفي وقت تاني بيروح ايدن لوكاله ناسا، وبيطلب الاذن منهم انه يستخدم مثبط الاعصاب عشان يرجع ذكريات ابوه. وبعد مناقشات كتيره بيلاقي ايدن نفسه في اوضه، وبيشوف نفسه وهو لسه صغير بيتفرج على الشاشه. وبيرجع ابوه من الشغل وبيمشي الولد الصغير بعيد عنهم، وبيكلم كارفورد ايدن وبيطلب منه انه ما يخافش، وبيكلموا عن تقنيات تتجاوز الخيال والاسلحه اللي مفيش اي انسان يقدر يعملها، وانه بيتحدى البشر على كده. وبيكشف كارفورد عن سره، وبيقول له انه ضحى بعيلته عشان يكمل بحث عن كوكب جديد للبشر، وان كل اللي عمله عشان ابنه. وبيكون ايدن مش مصدقه، وبيعترف ان كل ليله بيفكر انه ينتحر. وبياخد العلاج بتاعه، وبيشوف الطبيب النفسي بيحاول انه يتعامل مع ابوه، وبيصمم ايدن انه يساعد الناس ويعمل اي حاجه كويسه. وبيوعده كارفورد انه يصلح غلطاته، وبيوري له السفن والاسلحه اللي كان عاملها، وبيشرح له ازاي الاعداء مراقبينهم، وبيشوفوا ان البشر ناس تافهه، وبيقولوا انه زمن البعد الخامس موجود وممكن الاعداء يشوفوا حتى لو البشر ما يقدروش يشوفوهم. وبيشرح له كارفورد ان في نوع متقدم عليهم بشكل غير مفهوم، ووصل ل MB22، وان موطنه بيكون اندروميدا، وانهم ما يعرفوش حاجه عن كل ده. وبيقول له كارفورد انه عاوز يخلي البشر مستقرين هناك. وبيقف كارفورد عن الكلام فجاه، وبيخرج ايدن من جهاز المحاكاه من غير ما يعرف ايه اللي حصل في الكوكب. وبيرجعوا ماكرادي للواقع، وبيقول له ان كارفورد رجع برمجه منارته بعد ما اختفى وما بقتش راضيه انها تتتبع اي حاجه. وبيروح ايدن للطبيبه النفسيه، وبيقول لها انه ما عندوش اي فكره عن اللي يقدر العقل البشري انه يعمله، وبيقول لها انه مشاكله تافهه وعشان كده هو مستعد انه يخاطر، وبتشجعه الطبيبه وبتتمنى ليه التوفيق. وتاني يوم بيفكر ايدن في مهمته ل MB22، وبيطير للكوكب، وبيشوف ان في ناس عايشه فيه، وان ما حصلش فيها اي هجوم. ومش بيقدر ايدن انه يشوف العملاء، وبيطلبوا منه انه يصور البيوت اللي موجوده عنده. وفي الوقت ده بتتعطل كل اجهزه الاستشعار، وبيشوف ايدن الروبوتات المستخبيه في الكوكب، وبيحاول انه يحذر الباحثين لكنه مش بيقدر. وبيحس ايدن بفقد الامل والاحباط، وبيخرج من جهاز المحاكاه، وبيقول لهم انه شاف جيش العدو. وبيقول له شارب ان الباحثين اللي انت شفتهم اشباح، وانهم كملوا مهمتهم وقدروا يثبتوا ان البشر ممكن يعيشوا في كوكب MB22، لكن الاعداء مش هيسمحوا للبشر بالهجره للكوكب،
وانهم هيهاجموهم على طول لحد ما يمشوا من الكوكب. وبيعترف ايدن انه اتكلم مع ابوه وانه حذره من البحث عن كوكب اخر، وان مفيش غير حلين عند البشر، وهم انهم يلاقوا كوكب جديد او يدافعوا عن كوكب MB22. وفي الوقت ده بتكون فرصة ايدن الاخيرة، وبيرجع لكوكب MB22 عشان ينقذه وينقذ نفسه، وانه لازم يرجع تاني. وبيفشل الغزو بسرعة، ولكن فجأة بيتقطع الاتصال وبيتحاصر ايدن وبيتقتل. وفي الاخر بيكون جسم من غير حياة وخيال من غير وعي، وبيفضل على الكوكب بعيد. وبتعلن وكالة ناسا خبر وفاته وانه مات غرقان في البانيو. وفي الوقت ده بتكون الطبيبة بتاعته مستنياه عشان جلسته، لكن من غير فايدة. وبيبلغ شارب رؤسائه بالحادث، وبيقول لهم على اشارة وصلت من MB22 ولكن مش بيعرف يقرأها. وبيعتقد بان كارفورد هو اللي خطط لكل حاجة، وان لسه في باحثين عايشين. وبالرغم من كل ده بيؤمر بتدمير كل اثار المشروع. وفي اللحظة دي بتوصل اشارة من ايدن، وبيقول فيها ان هو وابوه لسه عايشين، وان كارفورد كان متوقع الهجوم واعاد برمجة المثبطات. وده بيخلي الباحثين يقدروا يعيدوا بناء نفسهم تاني، وانهم يلاقوا كوكب جديد. وبيشرح لهم ايدن ان الكوكب فيه مساحة كبيرة فاضية، وكمان حياة وموارد لكل البشر. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.